يا مساء السعادة بكميات زيادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يدخل علينا رمضان كده بخير وبصحة وسعادة. اولا اسف ان انا بسجل في الشارع وصوت العربيات والدوشة وكده، ولكن للاسف 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 كمان مرة مفيش وقت. فانت نشيل بعضينا بقى، نشيل بعض. انا اروح اسال على وحده الكوكيز الاقيها ب90 جنيه، وانا ممكن اعمل اكتر من 50 وحده ب50 جنيه. يعني الواحده تبقى واقفه عليا بجنيه؟ طبعا ما ينفعش. فانا النهارده قررت اعمل لكم كوكيز بطريقه سهله اقتصاديه تنافس بيها الكوكيز امريكان. وبصراحه بجد بجد انا نفسي افتحها مشروع، والله بجد جميله وطريه وناعمه وحلوه وزي الفل. يلا بينا نخش على المقادير. ورقه وقلم واكتبي ورايا ست الكل. ماشي. معانا كده في الاول كده 3 عدد بيضه، تكون البيضه حلوه كده محترمه، وتكون بدرجه حراره الغرفه. طبعا احنا اصلا الجو اللي احنا فيه ده درجه حراره الثلاجه، بس احنا خلينا ايه نقول درجه حراره الغرفه. تمام. انزل عليهم بايه؟ بكوبايه سكر اللي هي تكون 180 جرام. تمام. هضربهم شويه بس لحد ما يختلطوا مع بعض، مش يفوهم كده كده ما فيهاش فرق يعني، بس هي كل ما فيها بس يكون يعمل كده شويه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. وحدوا الله واذكروا الله كده في قلوبكم، ونكمل الفيديو. معانا فانيليا دريم، ودي بصراحه هو الكيس ده كفايه على اي كميه، على اي عدد بيض. الكيس ده كفيل، الكيس ده سحر يعني. انا بحب احطه بصراحه، يعني لما بلاقيه ان هو اصلا لسه نازل جديد وبس مشهور جدا وناس كتيره قوي بتحب تستخدمه، انا ما بلاقوش كتير. تمام. هبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ هحط كيس فانيليا دريم واحد بس، على ال3 بيضات واحد بس. انا عشان خاطر هعمل البتاع بس هوريكم فيما بعد يعني. هديله بس ضربه كده بس، وبعد كده هنزل عليه بايه بقى؟ هجيب ربع كيلو سمنه. سمنه بلدي يما عادي، سمنه علب اللي هي النيوزيلندي دي زي الفل ما بتزعلش. تمام. انزل بالسمنه، احطها في التلاجة في كيس بورشن او اي كيس او اي طبق او حاجه لحد ما تبقى جامده، بس اعرف ان انا احركها يعني تكون ماسكه كده. هبدأ ضرب بالمضرب، وبعد كده هنزل عليها بمعلقه كبيره معلقه صغيره من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من اللبن الحليب. واللبن الحليب هنا عشان خاطر يعوض لي نسبه السوائل اللي بتكون في الزبده. تمام. ومعلقه اللبن البودره دي اختياري، ولكن هي عشان خاطر نحس ان احنا بناكل كوكيز امريكان او كوكيز غني كده، مش بسمنه يعني، لا ده احنا صارفين ومكلفين، بس احنا مش هنبقى صارفين ومكلفين. تمام. هبتدي انزل بايه معايا؟ انا اصلا التوتال حسبتي كلها في الدقيق 470 جرام من الدقيق. 470 جرام دول هيتحسبوا ازاي؟ هنزل بنصهم واضربهم بالمضرب لحد ما المضرب يتقل معايا او الخليط يتقل معايا. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هاجي نازل بنص الكميه التانيه بس تكون بايديا، مش بالمضرب عشان المضرب ما يتحرقش حرام. هو اصلا كده كده اي بسكوتات ما بتحبش العجل. بعد دي نزلت معايا بنص معلقه صغيره من البيكنج صودا، وده عشان يديلي الهشاشه والطراء والهشاشه وسنه السكالانس اللي احنا بنحبها في الكوكيز الامريكان دي. ايه هتموتني ولا يهمك؟ كنا هموت يا ولاد. ماشي. وسنه الهشاشه اللي انا بقول لكم عليها دي. تمام. اللهم صل على النبي. هكمل الباقي بقى العجن بايديا، وطبعا مش هعجن انا بس هلم بسرعه. هخش اجيب زبده واجيلكوا تاني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما نبتدي ان احنا نعمل والدنيا تتم معايا زي ما قلت لكم، هنبتدي ننزل عليها ببقيه. هو بص، هو من للمصداقيه يعني ممكن ياخد معاكم 450 جرام ل 470 جرام دي، بس ما تزودوش عن كده. تمام. بص بقى الخطوه الجايه دي اللي هي الشوكولاته. انا كنت حاطط كوبايه سكر. لو كنت جبت شوكولاته اي نوع غير الدارك اللي هي مثلا بحليب او كوينز او ايا كان نوعها ايه، حسيت ان هي هيبقى مسكر قوي 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 بزياده وهيجزع كده. لا انا عايز يكون اللي احنا ناكل منه ما نشبعش. فانا جبت شوكولاته كوينز برده بس دارك. تمام. مش شوكولاته مثلا بالحليب او كده يعني، او بالسكر او مخففه او كده يعني، لا شوكولاته دارك عاديه جدا. تمام. تمام. اللهم صل على النبي. هبتدي انا حطيت 100 جرام. ليه انا حطيت كميه قليله كده؟ عشان انا اصلا كده كده هحط فيه
في على الوش كده شوكولاته برده عشان ما تبقاش كتير برده وتجزع وكده. لا انا حبيت ان هي تبقى الحاجات كلها نسب متساويه تكون جميله. تمام. حطيتها بعد كده فين؟ بعد ما حطيت الشوكولاته رحت حطيتها في الفريزر لمده ربع ساعه او 15 دقيقه بالظبط، يعني ربع ساعه. تمام. وهبتدي ان انا اكورها بالشكل اللي انت شايفه ده. هي ما تتبططش. ليه؟ لان هو اصلا الكوكيز من الحاجات من عوامل نجاحه ان انت تبقى عاملها كوره، بتحطها في الفرن بتسيح لدرجه معينه وبيقف عشان خاطر تطلع لنا الكوكيزايه اللي احنا عارفينها اللي يكون شكلها عشوائي، كوكيز امريكان اصلي. تمام. انا بحب الكوكيز يكون لونه فاتح وما يكونش كبير قوي. ليه؟ لان مش هقدر اكل انا كمصطفى مثلا، مش هقدر اكل واحده كبيره مره واحده. فلا احنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. تمام. هبتدي ان انا اديها تكسيره كده بصباعي كده بس عشان خاطر محدش عشان تبقى واخده بقى الكوكيز الامريكان كده. صلوا على النبي واذكروا الله. بس بقى انت عندكم اشكال كتير هتعملوا بيها. ممكن ناخد العجينه كده نحطها على الترابيزه او حاجه ونقطع الحته كده نقطع الحته كده ونسقطها في الشوكولاته ونحطها. ممكن ما نحطش الشوكولاته اصلا. اوبشن الشوكولاته دون كمياته معاكم انتوا، بس ما تقلوش عن 100 جرام عشان الشوكولاته بيكون لها عامل كبير على ان احنا نحس ان احنا بناكل كوكيز قوي اللي هو من جوه. من بره بقى براحتكم، مش عايزين تحطوا ما تحطوش. تمام. انا برضو هوريكم ان انا ما حطيتش في جزء معين يعني فيهم، وكان جميل برضو ما كانش وحش، بالعكس ده بيزيد حلاوه وجمال. ما شاء الله بجد ايه الحلاوه دي، ده انا طلعت فنان. بص دي غالبا ساده اهي ما فيهاش اي حاجه، وبدخلها الفريزر بقى لمده ما تقلش عن ربع ساعه كمان او لحد ما امسكها وادوس عليها. هي طريقه بس ما تلزقش في ايدي وما تبانش ان انا دوست عليها. تمام. يعني تكون متماسكه كده، تكون عامله زي العجينه الناشفه بس هي تكون طريه. تمام. عشان اقدر اتحكم فيها في الاول بحطها في الفريزر. العجينه دي مش هتاخد اكتر من 3 معالق لبن بس، 1.5 معلقة، ما تكتروش عشان خاطر العجينه ما تنشفش. الكوكيز ما بياخدش اي سوائل، انا حطيت السوائل عشان خاطر اعوض نسبه السوائل اللي بتكون في الزبده. تمام. يعني انا لو هعمله بزبده ايا كانت بقى بلدي نيوزيلندي فيرن اي نوع الزبده اللي احنا بنحبها، كريستال عشان ما حدش يزعل، جنه عشان ما حدش يقول اشمعنى احنا، هحط 300 جرام مش 250 عشان نسبه السوائل اللي فيها تكون 50-60 جرام، فاحنا هنحط 300 جرام بس. تمام. نفس برضو طريقه التركيبه كده، بس طبعا عايزين نخلي معلقه اللبن البودره نخليها، مش عايزين نخليها ما نخليهاش، دي الاختياري، بس دي علشان السمنه ونحس ان احنا بناكل حاجه غنيه. تمام. زي ما انتم شايفين انا بسيب طبعا مساحه كبيره عشان خاطر زي ما قلت لكم ان هو هيسيح سنه بسيطه كده عشان يفرش وتبقى كوكيزيه تكون مظبوطه. تمام.